هلا وحبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد وبطبخة جديدة، بس قبل لا نبدي بالفيديو لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل فيديو جديد وتشجيع على القناة. حبايبي اليوم طبختنا لهذا اليوم هو المرق الباذنجان. عندنا هنا جبت كمية من الباذنجان، وعندي هنا راس بصل، هنا عندي هم عصير الطماطة. خلطت الطماطة بالخلاط وصفيتها عن القشور، وهنا عندي هم المعجون، وهنا حبايبي خليت اللحم على النار تستوي شوي. وهنا هم عندي تمن غسلتهن ونظفتهن كل زين ونقعتهن. صار لي ساعة من منقعة التمن. هسه حبايبي نبدأ بالطريقة، نقطع الباذنجان. هسه حبايبي قطعتهن هيجي، قشرتهن بهذا الطريقة. هسه نبدي تردون انتم تسوونه ناعم يصير، تردون تسوونه دوائر بكيفكم. انا راح اسوي دوائر. هسه حبايبي قطعته بهذه الطريقة الى دوائر هيجي. شوفوا هاي قشرتين هيجي يعطينا هيجي منظر حلو. وذن هم ما ذبيتين، هم قشرتين. وذن عندي هم كبار، كلش كبار. قطعتين بهذه الطريقة الى 4 أقسام. هم من هسه شو نسوي؟ نضيف عليهن 3 خواشيق من الملح ونغسلهن بالمي. هسه حبايبي ضفت عليهن 3 خواشيق من الملح. هسه حبايبي غسلناهن بالماي، والله يذهب بالوسخ والجراثيم. سنخليهن شوية بالماء والملح على ما نقطع البصل. هسه حبايبي قطعت البصل ناعم بهذه الطريقة، سنخليها على النار. هسه حبايبي نوخر عن الملح، خليه بالمصفاة. هنا حبايبي خليت طاوة بيها زيت، حمى الزيت عندي كل زين. زيت الباذنجان. وهنا بديت احمس بصل هم الزيت، بعد لسه ما خليت البهارات على ما شوية ياخذ لون نضيف البهارات. إذا بدأ البصل ياخذ عندي لون نضيف البهارات. حبايبي ضفت البهارات، عندي بهارات لحم و7 بهارات وكاري بس بالذن. ما اريد يعني تخرب الطعمة مال الباذنجان، يعني من كل شي شوية، نص خاشوقة. هنا حبايبي عندهم خاشوقتين عجون، هم نحمسين شوي. هسه حبايبي حمست المعجون، راح نضيف الماء. هسه حبايبي راح اخلي طماطة. عندي طماطة انا مسويتها وخلطتها من امس بالليل، وجمدتها. هسه قطعتها وخليتها هيجي نص. هسه حبايبي قليت الباذنجان بهاي الطريقة هيجي، يعني مو كلش حركته، وسط. وهنا عندي هم التركيبة فارت المعجون والهاي، خلنا هسه نضيف عليه. هسه حبايبي ضفت الباذنجان. هسه هم خليه على نار عالية شوية على ما يغلي، اقلل النار عليه. والملح لسه ما ضفته، على ما شوية هم هذا شوية يمتص الماء عندي، يلا ضيف الملح. حبايبي فورت ماي وضفت عليهن خاشوقتين ونص من الملح. راح اضيف التمن. هسه فارت عندي المرقة وقرضت شوية وضقتها ماسة، لان اني غاسلته بالملح، قلت يعني اخاف يطلع مالي حاي واني احط ملح. هسه راح اضيف خاشوقة كاملة ما تاكل ملح. هيك
هنا عندي هم بدا يفور التمين. هسه حبايبي بزلت عندي التمن سوا بوزدي، رحت اخليه يهدرن، اخليه بالقدر وهدرن. هسه حبايبي خليته بالقدر. هسه اضيف عليه شوية زيت، ايش كافي، وابقى ونص النار عليه. هسه حبايبي راح نضيف اللحم عليه، سلقته وهذا انا هاي طريقتي بالمرق، بعد هو كل من حسب طريقته. حبايبي كملت طبختنا لهذا اليوم، المرقة الباذنجان، وهذا هم التمن عندي تهدر. وهسه حبايبي نضيف عليها شوية دبس الرمان، هاي اختياري على مود شوية تطيح موضة. هاي شوكتين تقريبا كلش كافي. هسه حبايبي كملت طبختنا لهذا اليوم، بس اذا استفاديتوا من هذا الفيديو لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصل لكم كل فيديو جديد وتشجيع على القناة حبايبي. وهذا عند التمين ضقته يخبر والمرقة تجنن، جربوها وندعوا له سهمكم العافية ان شاء الله.